في سهرة رمضانية وسط حضور جماهيري مميز بقاعة قرز عطر بإمامة، استقبل فريق وداد تلمسان لكرة الطائرة وصفه مولودية الجزائر، وعين كل منهما على صدارة المجموعة، وذلك بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما إلى دورة البلاي أوف. المباراة عرفت تنافسا شديدا وتقاربا في المستوى، وما دليل ذلك إلا الفوارق الضئيلة التي انتهت عليها نتائج الأشواط الأربعة، ففريق يسجل من هنا والآخر يرد من هناك، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق الزائر مولودية الجزائر. الوداد تدارك تأخره بفوزه ب3 أشواط متتالية، ليواصل أبناء الزيانيين إبداعاتهم المميزة مستهدفين تحقيق مطلب الأنصار. اليوم كانت صعبة شوية على الفريقين، وكان تنافس كبير على خاصة اللي يفوز يضمن المرتبة الأولى وممكن يسوي تورنو. وإن شاء الله بقاونا مبارتين، وهذا حافز لينا باش نفوزوا بهم ونضمن مكان المرتبة الأولى في الفوز تاعنا. السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. كما شاهدتوا كانت مقابلة الحمد لله مع خصم عاني مولودية الجزائر، وين كان الهدف تاعنا 3 نقاط تقعد في تلمسان، والحمد لله تحققنا النتيجة ونواصلوا المشوار تاعنا باش في الترتيب نتحصلوا على المرتبة الأولى ونضموا تورنوا هنا في تلمسان. والهدف تاعنا الدوبلي إن شاء الله، نلعبوا على الشامبيونا ولا كوب دالجيري إن شاء الله.